السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة هنشرح قواعد الوحدة ال11 كاملة. زي ما أنت كده شايف العنوان Reported Speech، المباشر والغير المباشر. طبعا ليها اسم تاني اسمها Direct and Indirect، المباشر والغير المباشر. يعني إيه المباشر والغير المباشر؟ طبعا زي ما أنت كده شايف حاجة اسمها الجملة الخبرية. المباشر ده بتتكون من جزئين: جملة خارج الأقواس وتسمى جملة القول اللي فيها كلمة تقول أو يخبر، وجملة داخل الأقواس وهي بتتسمى مباشر. واحد بيبلغ كلام اللي انت بتقوله فده اسمه مباشر، ولو واحد تاني خد من اللي هو خد منك الكلام وبيوصله ده اسمه غير مباشر. تعالى كده نشوف الكلام بيمشي ازاي. she says، هي بتقول، يبقى انا كده بقول نفس الكلام اللي بتقوله. هي بتقول تو علي، بتقول لعلي ايه بقى؟ ما دام دي الجمله اللي بتقولها يبقى انا هحط عليها تنصيص اسمه ايه المباشر. اول حاجه اسمها جمله القول، يقول او قال او يخبر او اخبره، يعني نمشي على هذا النظام. قالت ايه بقى البنت؟ احمد will buy a car، احمد سوف يشتري سياره، ده اسمه مباشر. ازاي احول الكلام ده لغير مباشر؟ تعال كده. she says to علي، هي تقول الى علي احمد will buy a car. هي بتقول ما واحد بقى ياخد من نفس الكلام البنت ده، وهو طبعا هيبقى غير مباشر لان الكلام وصل كده للمرتبه الثانيه. اللي خد الكلام من اول مره وصله ده اسمه مباشر، لازم تنصيص. واللي خد الكلام من اللي قال الكلام هيبقى اسمه غير مباشر. يقول الكلام ازاي؟ خلي بالك، نيجي هنشيل سيس تو، هنحط بدلها تيل. خلي بالك تيلز، شي تيلز علي، عشان انا شيلت سيس وحطيت تيلز علي. شيل التنصيص وحط بدلها كلمه ذات، وبعد كده احط الكلام احمد ويل باي اكار. لاحظ ان الكلام الغير مباشر جمله القول جت في المضارع، يقول الى علي، حولتها الى يخبر عليا، شلت التنصيص وحطيت كلمه ذات وكتبت احمد ويل باي اكار، ما غيرتش ولا كلمه. طيب تعال نشوف اذا جاء فعل القول مضارع زي اللي فوق دي، لا نغير زمن الفعل اهي، والباي فضلت زي ما هي في الرقوس. ولكن اذا جاء ماضي، يعني يقول دي جاء قال سيد، فتحول الفعل اللي جوه نحوله الى ماضي. تعال كده نشوف. انا كده جايب لك مضارع he says، هي او هو بيقول she is at school، ده اسمه دايركت مباشر، انا عايز اخليه غير مباشر. he says that، هو بيقول، طبعا شلت التنصيص احط بدالها كلمه ذات. شي، الضمير شي او هي بتنزل زي ايه ما هي. از فضلت زي ما هي، ادز زي ما هي، سكول زي ما هي. اسمه الغير مباشر، وفعل القول هنا مضارع، فعل القول ماضي. he said، هو قال، ده مباشر. she is at school، هو قال انها في المدرسه. تعالى نخليها غير مباشر، وواحد هيوصل الكلام بطريق غير مباشر. he said هتنزل زي ما هي، شيل التنصيص وحط ذات. شي تفضل زي ما هي، واذ تبقى ووز. ليه غيرتها ووز؟ لان فعل القول بره معناها قال، يبقى انا خليت المضارع خليته ايه ماضي. طيب على كده نشوف، هتعرف تحل دول بسرعه. على كده نشوفها اهو، بقى معايا كده اهو. سالم قلت اخبره، فعل القول هنا ايه؟ فعل القول هنا ماضي. فعل القول هنا يا جماعه ماضي. سالم اخبرها، غير مباشر مفيش تنصيص، اخبارها هي نقط اقار. طيب اجيب بوت ولا باي ولا بايز ولا از باين؟ اعملها على نظام الكوريكت. طيب اهو ركز بقى معايا كده. هي تيلز زم، فعل القول هنا ايه؟ فعل القول مضارع. تيلز هو يخبر، يبقى تيلز وسيز لا اغير الافعال داخل الكلام اللي هو اللي اتقال. يبقى هي بلايد فوتبول، لا هتبقى بلايز، هتبقى هي يا جماعه بلايز اهو، اي ال اي واي اس. يبقى هي مرتبطه بفعل القول بره بجمله القول. طيب انا جايب لك بقى المره دي ماضي، شي تولد، هي اخبرتني، مي ذات زي نقط فيزيت اسوان، ان هم زاروا اسوان. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ فعل القول ماضي، يبقى انا هخليها ماضي جوه، يبقى فيزيتد، في اي اس اي تي اي دي. إذا جاء فاعل الجملة داخل الأقواس هي أو شي أو إت أو زي، يبقوا كما هم عند التحويل كما في الجمل السابقة.
يبقى اعرف هي شي ات زي لا تتحول في الغير مباشر. طيب اذا جاء بقى فاعل الجمله، خلي بالك بقى من التحويلات دي، اي او وي يتم تحويلهم الى المتكلم. يعني ايه يتم تحويلهم الى المتكلم؟ هو مين اللي بيتكلم بره؟ هي، يبقى اي تتحول الى هي. اوعى تعملها اي تبقى يو. ليه؟ لان ده مش دايلوج محادثه، واحد بيكلم واحد بيقول له اي فيرد يقول يو، او يو تتحول الى اي. ده دايلوج محادثه، واحد بيرد على تاني، بس ده واحد بيوصل الكلام. هو قال ان انا لعبت كوره، يبقى انا اقول هو قال انه هو، يبقى انا هنا كنت انا بتكلم. لما جيت هو واحد وبيوصل عني الكلام، بقيت انا بقيت هو. طيب تعالى كده، هي سيد ده مباشر، اي هاف بلايد فوتبول. تعالى نخليها غير مباشر، هي سيد نزل زي ما هي، نشيل التنصيص، حطينا ذات، اي تتحول الى المتكلم. المتكلم بيقول هي، هتنزل هي. طب افرض كانت شي، انزلها شي، يبقى هي هاد. ليه حليناها هاد؟ فعل الماضي، يبقى تخليها لي هاد بلايد فوتبول. ده مضارع تام اتحولت الى ايه؟ ماضي تام. تعالى كده نشوف مثال تاني. شي سيد هي قالت، ده مباشر، اي هاف بلايد فوتبول ده كان مباشر، عايز اخليها ايه؟ غير مباشر. شي سيد نزل الزمية، شلنا التنصيص وهنحط ذات، اي تتحول الى زي، شوف المتكلم بره بيقول ايه، شي تنزل شي، هاف تبقى هاد بلايد فوتبول. طيب اذا جاء فاعل الجمله يو يتم تحويلها الى مفعول الجمله الاولى اللي هو المستمع. طيب هي ست وعلي، وقال إلى علي يو كان جو أوت، أنت تستطيع أن تخرج. فخلي بالك فعل نقول هنا إيه؟ ماضي، يبقى لاحظ إن أنا هغير ماضي جوه. طيب هي تولد ستو، إحنا قلنا من شوية إن ستو تتحول إلى تولد. هي تولد علي، شيل التنصيص وحط ذات. طيب يو يتم تحويلها إلى المفعول. فين المفعول؟ المفعول اللي هو علي، المفعول اللي هو علي، يبقى علي كان تتحول الى كود، وجو تنزل زي ما هو، واوت. واحد يقول لي مثلا انت غلطت، جو تتحول الى وانت. لا، هي كانت بتحب الفعل زي ما هو، اما كان بقت كود القاعده مش هتتغير، كود برضه بتحب الفعل زي ما هو، يبقى كان تتحول الى كود، واللي تتحول الى ون. خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده. اذا جاء فعل القول ماضي يتم تحويل علامات الازمنه. يعني جالك مضارع بسيط، حولها لي ماضي بسيط. بلاي خليها لي بلايد. جالك از بلاينج، حلها لي ووز بلاينج. مضارع مستمر، خليها لي ماضي مستمر. جالك مضارع تام هاف بلايد، خليها لي هاف بلايد ماضي تام. كده على طول. في بقى اسماء اشاره او حاجات كده لازم تحولها بره. بس في المباشر انا عايز اعملها في الغير مباشر بقى، كلام غير مباشر، تبقى ذات. ذيس في المباشر اخليها زوس في الغير مباشر. ستاردي خليها ذا دي بيفور، تحفظها. تومورو خليها لي ذا فولوينج داي. اجو الغير مباشر خليها لي بيفور. ناو خليها لي زين. طيب لاست ويك خليها لي ذا ويك بيفور. طب نيكست ويك خليها لي ذا فولوينج ويك. طيب على كده نشوف. هي سيد تو مي ده مباشر، وقال لي هي ويل باي ذيس كار. فالماضي ايوه، سيد تو تتحول الى هي تولد مي، نشيل التنصيص ونحط كلمه ذات. واللي تبقى وود، قلت الموضوع ده زي كان تبقى كود، وباي تفضل زي ما هي. ليه؟ لان ويل باي تتحول الى وود باي. يا باي هنا مش هنا، ده مستقبل، تحولها لي وود باي. ذس تبقى ذات، ذس تبقى ايه؟ ذات كار. طيب تعال نشوف مثال تاني زي سيت تو هير. طبعا ده مباشر، علي از ريدنج، علي بيقرا الان. طيب زي سيت تو تتحول الى تولد هير، تتحول الى تولد هير. سيت تو هير تتحول الى تولد هير. جبنا التنصيص وحطينا كلمه ذات، علي تنزل زي ما هي، واز ريدنج تنزل ووز ريدنج. ناو تبقى زين. طيب نمبر 5، خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده برضو. اذا قيل الكلام منذ فتره قصيره لا نحول زمن الجمله. يعني لو جت فيها جاست ناو ومومنت اجو، ما تحولهاش، ما تحولهاش خالص نهائي. طيب هي سيد يعني الجمله هو مباشر وفيها جاست ناو او ا مومنت اجو، لا تحول. هي سيد جاست ناو ذات هي ويل ترافل تومورو، الجمله تنزل زي ما هي مباشر، والمباشر تنزل كده برضه. شي تولد مي مومنت اجو ذات شي از فيزيتنج ذيم نيكست ويك، ما تحوليش. طيب تعالى كده نشوف معانا الكوريكت كومبليت ويز ذا كوريكت فورم. هي سيد ده ايه؟ الوحده ال 11 اهي، عشان تعرف القاعده كده، حدد الجرامر بتاعك. قال في ايه؟ قال، يبقى ذات هي لافز. طيب فعل القول ماضي، يبقى الجمله من جوه تتحول الى ماضي، فايه بقى يا جماعه؟ لافز ال او في اي دي، مضارع بسيط تحولت الى ماضي بسيط. طيب نمبر
طب he tells فعل القول مضارع هنا. خلي بالك الكلام جوه ايه؟ that she didn't come early هي لم تأتي مبكرا. didn't ده نفي الماضي البسيط. الجملة جوه ماضي يبقى هنا تعمل لي told TOLD. طيب تعال نشوف نمبر 3. he said that القول ماضي السكول isn't very good. ها فين القاعدة بتاعتك الجرامر فين؟ said مباشر ده غير مباشر. يعمل ايه بقى في الافعال جوه؟ يحولها الى ماضي. حولت الازمنه تبقى wasn't WASN'. طيب تمام. تعال نشوف الجمله اللي بعديها. she explained هي شرحت. هي قالت that the world is warm is تتحول الى was WAS. تعال نشوف اللي بعديها. she said that القول ماضي اهو they were playing now. ايوه now. هنعمل لها ايه now؟ نخليها زن. وانا قلت تحفظ الحاجات دي THEN. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا. اوعى تنسى تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.